شاطر، واحكي قدام حدا من كبار العيلة انك مريض او عندك شي مشكلة او شو ما كان بحياتك، دغري بيطلعوا لك بوصفات طبيعية. خلونا نشوف العالم اليوم بعدهم بيآمنوا بهيدي الوصفات وبيمشوا فيها، الوصفات الطبيعية اللي كانوا تيتا وجدو وغيرهم يعطونا اياهم. تمشي عليهم بعدك؟ يعني أغلب الأوقات أها. وجه الحليب الطبيعي، لأنه نحن عنا بقرة يعني، ايه. لأنه أنا بعرف من أمي دايما بتحط. أمي ما عندها تجاعيد أبدا، مع إنه أمي عمرها 54 سنة ولا مرة إنه كان عندها تجاعيد بوجهها. وجه حليب البقر كتير منيح. فينا نعمل شي ليشد البشرة وينقي البشرة. بنخلط العسل، أكيد العسل الطبيعي ما يكون مخلوط بمي، مع أفوكاد، كتير بنقي البشرة وبشدها. وصفة أم البابونج، نعنع على وجع البطن. عن جد؟ من جدة اللي عنا الله يرحمه. حط زيت زيتون على شعري، فيق تاني يوم شعري تمام. عملتها أكيد، ايه. بس فقت مملص شعري وضلوا هيك شي أسبوع. صراحة ايه، بس انا كمعرفتي الشخصية بحط فازلين، ما بعرف ليه بس بحب احط. لرموشك ولا شعرك ولا لا شو؟ الحواجب والرموش. بتحطي فازلين شو بيصير؟ مثل انه بتثبت الشعرة بالاخص الحواجب وبتطولها.